هل تعلم أن هناك 4 مخلوقات نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قتلها برغم صغر حجمها، إلا أن لها مكانة عظيمة عند الله؟ سيحاول الشيطان إشغالك ومنعك من مشاهدة هذا الفيديو كاملاً، فتغلب عليه بذكر الله والضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وكتابة لا إله إلا الله في التعليقات. أولاً، النملة مخلوق صغير، ولكن لما لدغ نبي من الأنبياء عليهم السلام فانتقم بحرق قرية النمل عاتبه الله لأنه أباد أمة تسبح الله. ثانياً، النحل تصنع العسل وفيه شفاء للناس، فكيف نقتل مخلوقاً فيه نفع وبركة؟ ثالثاً، الهدهد طائر لا يؤذي، وكان رسولاً في قصة سليمان عليه السلام، أتى بخبر قوم يعبدون الشمس فكان سبباً في هدايتهم. رابعاً، الصرد طائر جميل يعيش في الطبيعة ويأكل الحشرات الضارة دون أن يقترب من البشر. فانظر كيف تتجلى رحمة الإسلام، رحمة تشمل الإنسان والحيوان وحتى الحشرة. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل نملة تسبح الله، فكيف بحرمة دم الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه؟